هل تساءلت يوما كيف كانت الحياة في المملكة العربية السعودية خلال الثمانينيات؟ لنغوص معا في حقبة زمنية مختلفة، حيث كانت الحياة في هذا الجزء الساحر من الشرق الأوسط مغايرة تماما. في الثمانينيات كانت السعودية تشهد موجة من النمو الاقتصادي السريع بفضل ازدهار صناعة النفط، وقد غيرت هذه الثروة البنية التحتية للبلاد وأنماط الحياة فيها، وجلبت معها التكنولوجيا الحديثة والمعجزات المعمارية التي تشكل أفق مدننا اليوم. كانت شوارع المدن تعج بالسيارات الجديدة، وأصوات البناء لم تهدأ أبداً. ومع ذلك، ورغم التحديث السريع، بقيت القيم التقليدية في صميم المجتمع السعودي. فالعائلة كانت محور كل شيء، وكانت عطلات نهاية الأسبوع مخصصة للتجمع مع العائلة الكبيرة وتناول وجبات الطعام التي كانت بمثابة توطيد للعلاقات بقدر ما كانت لتناول الطعام. للترفيه، كان التلفزيون يصبح عنصراً أساسياً في كل منزل، وكانت العروض من جميع أنحاء العالم تشق طريقها إلى غرف المعيشة السعودية، حاملة معها لمحات عن ثقافات وأنماط حياة أخرى. ومع ذلك، كانت دور السينما نادرة على عكس اليوم، لذلك كان التلفزيون حقاً نافذة على العالم الأوسع. ودعونا لا ننسى الموضة، فقد لامست موجة الموضة العالمية في الثمانينيات السعودية أيضاً. وفي حين ظل الزي التقليدي شائعاً، كان هناك اتجاه متزايد لدمج الأساليب العالمية مع الموضة المحلية، مما خلق إطلالات فريدة تعبر عن التراث وعن حقبة جديدة. من الأسواق الصاخبة إلى المناظر الطبيعية الصحراوية الهادئة، كانت الحياة في السعودية خلال الثمانينيات مزيجاً من القديم والجديد، والتقاليد والتقدم. لقد كان وقت التغيير، ولكنه متجذر بعمق في التقاليد الثقافية الغنية التي لا تزال تشكل الأمة اليوم. كم هو رائع! انضموا إلي في المرة القادمة لاستكشاف حقبة أخرى وقصة أخرى. حتى ذلك الحين استمروا في التساؤل والتجول.